السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبنا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، منحرمش منكم ابدا ولا نتحرم من كومنتاتكم الحلوة ولا من اسئلتكم الحلوة. تعالوا كده مع بعض، يلا نعمل مع بعض حاجة حلوة. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض دوناتس. معايا كيلو ونص كده من الدقيق، نخلهم كويس جدا وحطهم في البولة. ومعايا ربع كيلو من الزبدة، مش هنعمل بسمنة ولا هنعمل بزيت، هنعمل بزبدة عشان تبقى الطريقة ناجحة معايا. ومعايا مفروض يبقوا 6 بيضات، بس انا زودت بيضة عشان هو بيض بلدي. ومعايا لبن وبودر وفانيليا وخل وسكر. وطبعا معايا قوارب من الشوكولاتة، وهسيبها لكم كده مع بعض هنشوفها واحنا بنسيحها مع بعض. اول حاجة عملتها ايه؟ نخلة كيلو ونص دقيق، حطيت عليهم 7 بيضات. انا مزودة البيضة ال7 ديت علشان البيض ده بلدي، وكنت انا عاوزة ان مثلا ازوده شوية، بس هو انت المفروض لو هتعملي نص كيلو هتحط عليه بيضتين 2 بس. يبقى هنا الدقيق حطيت عليه ايه؟ حطيت البيض وحطيت الخميرة على الدقيق. وبعد كده هعمل ايه؟ احط معايا المفروض انت بتاخدي ربع معلقة من البودر للنص كيلو. انا هنا اخدت 3/4، يعني اخدت معلقة ونص من البودر. ومعايا هنا كوباية حليب، هفضيها وهجيب بقية الحليب اللي معايا وهنزل بيه برضو. هنشوف مع بعض احنا كده هنحط مع بعض كام كوباية. احنا هنحط مع بعض كام كوباية؟ نحط مع بعض 3 كوبايات من الحليب. حطينا واحد وحطينا 2 والتالتة كمان اهي هننزل بيها. ومعايا كده قيمة كوباية لبن بودرة هنزل بها برضو. انا هنا معايا البرطمان ده كده، معانا ام عمر هي اللي شغالة بالمكونات. بدأت تفضي كده بمعدل كوباية، والاخر يا جماعة نزلت على البرطمان بتاع اللبن البودرة، راحت جاية مفضية كله. يبقى احنا معانا كوباية من اللبن البودرة. لو انت هتعملي النص كيلو هتاخدي معاكي معلقتين ونص من لبن البودرة. ومعايا الفانيليا، انزل برضو كده معايا ب3 بواكي من الفانيليا، اللي هي الفانيليا اللي هي لو متاح عندك السايلة او المتاح اللي عندك اللي هي البودرة دي. وكمان هعمل ايه؟ هنزل ب3 معالق من الخل. وبعد كده هنمسك المكونات بتاعتنا دي كلها هنلفها ببعض كده ماشيين مع بعض كويس يا حبايب قلبي. وهاخد كده معايا نطرة ملح صغيرة، نطرة صغيرة قوي، عشان المعجنات طبعا احنا عارفين ان هي بتحب لازم من الحلال ان احنا نحط فيها نطرة من الملح كده. نمسك بقى كل الخليط ده كده كله، نعجنه ببعض كويس جدا. والزبدة هنسيبها في جنب كده شوية على ما ايه نلف العجين ده كده كله مع بعض، والبيض باللبن بالحاجات اللي احنا حطيناها دي كلها. هنا الزبدة بقى انا كنت حطاها في الفريزر، فكانت جامدة جدا يا ولاد. ما تعملوش زي كده، اما تكونوا عايزين تشتغلوا في حاجة طلعوا الزبدة بدري شوية. اعمل ايه بالزبدة ديت؟ كانت جامدة عشان كانت في قلب الفريزر. احطها في قلب الطاسة كده، هسخن بس الطاسة وهحط الزبدة فيها والف الزبدة في قلب الطاسة، بحيث ان هي تمتص الحرارة تبدأ بس تفك معايا. ماشي يا حبايب قلبي. هنا بقى ام عمر، ربنا يا رب يصلح حالها ويبارك في عمرها يا رب، ويخلي لها اولادها يا رب، وما يحرمناش من دخلتها كده علينا. مسكت العجين ده عجنته كويس جدا. وشايفين هنا الزبدة ماسكة في بعضها، بس انا حبيت ان انا الفها بس لفة بسيطة في قلب الطاسة عشان تفك معايا. هنخلي بالطاسة كده في جنب، بس هنلم اللي في الطاسة ده كله الوقت، ما تقلقوش لما نلف بس الزبدة كده بالعجين. وبعد كده ناخد حتة عجينة من دي ونمسح بها الطاسة مسحة كويسة جدا. هنا بقى هي بتاخد الزبدة كده بتلفها كويس. وبعد كده بعد لما لفتها ومسحنا الطاسة بتاعتنا، جابت الطبلية بتاعتنا دي نضيفة جدا، نزلت بالعجين كده وبقت تفرك فيه كده وتلمته كده على بعض. لما لقت الملمس بتاعه ناعم جدا، ناعم بطريقة ناعمة، ناعم يعني بملمس، شفتي ملمس الزبدة؟ العجينة دي كانت زي ملمس الزبدة كده. هي خلصت كده، وهنحطها تاني في قلب البولة ونسيبها لما تختمر معانا. هتحطها بقى في قلب البولة دي زي ما احنا اتفقنا، ونغطي عليها لما تختمر نبدأ نشتغل فيها. معانا كده كيس هنغطيه كده تمام. شايفين ما شاء الله الكمية تضاعفت معانا ازاي، اختمرت. هي هنا بقى كده خلاص بتلمها عشان تنزلها تاني على الطبلية عشان تبدأ نشتغل فيها. ما شاء الله يا وليه، بسم الله ما شاء الله. هتلفها بقى كده، وبعد كده هنمسكها نفردها كلها كده شوية دقيق كده تحت العجينة عشان تفرد معانا. عندك نشابة، عندك عصاية، عندك أي حاجة فرادة، أي حاجة افردي بيها. احنا هنا كنا بنفرد بإيدينا عشان العجينة كان ملمسها طري جدا معانا. وبعد ما قربنا خلاص نخلص فردناها كده كويس كلها. بنفرد كمية العجين كلها سوا بعض،
بحيث ما تبقاش حتة تخينة وحتة رقيقة. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة بتفرد في ايدها كده وهي بتبطط عليها كده. هنا بقى خلاص فردنا بقية كمية العجينة كده كلها تبع السمك زي ما انت عايزاها، تخينة او رقيقة. احنا عارفين ان الدوناتس مبيبقاش رقيق ولا بيبقى تخين، حلو يعني متوسط كده، السمك بتاعه حلو متوسط. خلاص هنفرد بقى الكمية ديت. ايه رأيكم؟ فردنا ما شاء الله الكمية دي كلها. عندنا بقى قطاعة، عندك اي قطاعة او عندك كوباية بتاعة الشاي، لو انت مش متاحة عندك القطاعة ديت قطعي بالكوباية بتاعة الشاي كده. جابت القطاعة ديت كده بنبقى نعمل بها القرص، نقطع بها القرص في يمة مشنشرة كده من فوق اللي انتوا واخدين بالكم منها دي، واليمة اللي تحت ناعمة. احنا حبينا نعمل باليمة الناعمة اللي تحت دي عشان تطلع الدورية شكلها حلو كده. هنمسك بقى بقية الكميات دي كلها هنقطعها كده كلها قطع متساوية زي بعضها، وبعد كده هنشوف هناخد كمان قطعة من النص، هنعمل القطعة اللي في النص ازاي. واحنا شغالين كده نصلي على النبي. وما تنسونيش بقى في اللايكات والكومنتات والاشتراكات بتاعتكم الجميلة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. هنا بقى خلاص خلصنا بقية الكمية كلها. معانا ايه؟ عارفين القمع بتاع البسكوت يا جماعة او القمع بتاع بلح الشام؟ ايوه هو ده، ما تعطليش نفسك، اي حاجة عندك هاتيها. انا بوريكم هنا دي القطاعة ازاي، وهوريكم القمع بتاع بلح الشام. شايفينه اهو. بنيجي عند السيف بتاعه كده من تحت وبنروح جايين قاطعينها منه. ايه رأيكم؟ تسلم ايدك يا ام عمر. هنا معايا صينية ومعايا ورق زبدة، افرده كده على الصينية علشان اللي احنا هنعمله هنحطه عليه، وهنسيبه تاني يتخمر ويتضاعف تاني معانا، وبعد كده هنقليه في الزيت. هنا ام عمر بقى بدأت تقطع كده. شايفين ما شاء الله السمك بتاعها كويس جدا، مش تخينة ولا هي رقيقة. خلاص هي هنا بقى بتلم الحتت الباقية دي عشان تسيبها على جنب عما نخلص. تبدأ تختمر معانا كده تاني، بس مش هنسيبها ان هي تختمر، هنبدأ بقى نلفها تاني كورة ونرجع نبططها بنفس ما احنا عملنا دي. تعالوا معايا متستعجلوش، انا سايبالكوا كل حاجة كده على الطبيعة. شوفوا ملمس العجين كده، لونه كده مصفر وجميل من الزبدة ازاي يا جماعة. كده خلاص الكمية اللي احنا عملناها كده خلاص خدناها على الصواني ديت على ورق الزبدة وفردناها. سيبها بقى تتخمر معانا. على ما تتخمر معانا هنسيب دي كده. فردنا التانية وبرضو بنفس هذا القطاعة، ونقطع بقية الكمية اللي احنا لميناها ورجعنا بططناها تاني، ونرجع نعمل نفس اللي احنا عملناه قبل كده. القطاعة دي جميلة جدا، اللي متوفر عنده القطاعة ديت يجيبها ويعينها عنده لحاجات زي كده. القرص ممكن تعملوا قرص اللي هي القرص الدايبة تعملها بيها برضو. القطاعة دي جميلة يعني. انا طلعت عشان اجيب منها تاني واحدة من بره ملقتش، اللي يلاقيها عنده يجيبها على طول. كده تمام. هنرجع برضو نلم الحتت المتبقية ديت علشان هنرجع نلفها تاني. احنا هنفضل وراها لما لآخر قطعة تطلع معانا. كل ما نعمل كده هنلم الحتت اللي هي طالعة معانا ديت ونرجع نلفها تاني. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده تمام. هنا معانا شايفين ديت كانت اشتدت من كتر اللم والفرد. جبنا الورقة اللي هي بتاعة الزبدة ديت، الكرتونة ديت، قلنا نجرب بقى كده. بقينا نفرد بيها ما شاء الله كانت بتفرد معانا كويس اوي. الفرادة كانت بتعاني، والصراحة يا جماعة احنا كنا كسلانين ان احنا نقوم ندور عليها نشوفها فين. فالجيش بيقولك اتصرفنا وفردنا كده بالقلب الايه الورق الكرتون بتاع الزبدة دي. هنا بقت خلاص الكمية ضعفت معانا واختمرت تاني للمرة التانية، يعني هي كده اختمرت معانا للمرة التانية. بسم الله ما شاء الله كنا عاملين كمية حلوة. شايفين الحتتين الصغيرين دول؟ احنا قعدنا نعمل كده لما دول هما اللي طلعوا معانا. معانا طاسة فيها زيت سخن، مش سخن قوي ولا هو بارد قوي، درجة الحرارة بتاعته حلوة متوسطة عشان ما يتحرقش منك على طول. اول ما بتحط كده الدور الاولاني بتهدي علشان قلب الدوناتس يستوي معاك من جوه. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بنملى الطاسة كده معانا او الصينية اللي بنحمر فيها، وهنجيب معانا شوكة ونبدأ بقى نحس ان هي اتحمرت من تحت نبدأ نقلبها. شوكة او معلقة، بس الشوكة سريعة الاستخدام وكده. شايفين هنا بسم الله ما شاء الله الزيت ما هو سخن اوي.
تعالوا بقى كده نختبر مع بعض نشوف اليمة اللي تحت عملت ايه. بسم الله ما شاء الله، هشة جدا، ريحتها كانت جميلة جدا، ريحة الفانيليا كانت مخلية ريحة الشقة جميلة. انا بحب ريحة الفانيليا جدا في المعجنات، بتخلي ريحة الشقة جميلة يا جماعة. هنا بدأت خلاص تتحمر معانا، قلبناها من فوق لتحت كده، وبعد كده هنجيب معانا على نفس الورق بتاعت الزبدة ونطلع عليها عشان تصفى من اي زيت معانا كده. تمام، هنطلع الدور ده وبعد كده هنكمل بقية الكمية التحمير. هنطلع اللي اتحمر على طول ونحط تاني اللي هو مختمر معانا ده. انت طبعا عارفة الصينية اللي كانت انت بادئة بها الاول اختمرت، بتبدأي ان انت تحمريها اول باول كده. وبعد كده هنعمل ايه مع التحمير ده؟ انا كان عندي قوالب شوكولاتة كده، اخدتها فكتها في الميكروويف، شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني، علشان نعمل بقى طريقة التزيين معاكم. فهاخدها كده واروح جاية عاملاها مكعبات مكسراها وافكها في قلب الميكروويف عشان تبقى سايحة معايا، بدل ما اعمل على حمام بخار وكده. هنا حطيتها كده في الميكروويف على دقيقة كده، وكل دقيقة بطلع واقلبها اشوف وصلت معانا لفين. شايفين هنا شكلها جميل. بعد ما بتطلع كده من الميكروويف بنزل عليها بمعلقتين من الزيت واقلبها تاني في بعضها كويس عشان تدي اللمعة الحلوة دي. تعالوا بقى هنا نختبر بقى ونشوف بقى هنا ايه. بسم الله ما شاء الله، هنا ام عمر ما كانتش قادرة تمسكها عشان سخنة جدا. شايفين قلبها طار ازاي وهشش وطعم بقى. هنا بقى كانت بتدوق وبتدوقني، بتقول دوقي يا شوشو كده، شوف الطعم عامل ازاي. ما شاء الله الولاد من قبل ما كنا نزينها كانوا عمالين يخطفوا مننا كده واحنا واقفين في المطبخ وبياكلوا. ربنا يا رب ما يحرمنا من لمة الحبايب ابدا يا رب. تعالوا بقى كده، هي بدأت تطلع وانا شغالة بقى كده، جبت الشوكولاتة تعالوا بس كده معايا نشوف. هنا انا جربت ديت كده الاول، وبعد كده قلنا لا، هي هنبلها الاول شوكولاتة ونرص في جنب، وبعد كده هنشوف هنعمل مع بعض ايه. تعالوا، انا باخد كده اللي برد، اللي طلع من الزيت وبرد معايا، باخده وبديله مسحة خفيفة كده من الشوكولاتة. شفتوا الوعد من الشوكولاتة ديت لا تعدي من تحت ايديا ولا من تحت بقي. حطها كده في جنب تبدأ بس تبرد كده وتشد معايا، والكل كان واقف عمال يشكل على اللي وقعت في الشوكولاتة دي. هنا بقى بكمل بقية الكمية كلها ببلها كده من الشوكولاتة. خلي بالك بقى عشان ما تقعش منك تاني يا شوشو. كانت سخنة يا جماعة، سخنة جدا، اللي لسه طالعة سخنة، فجيت عشان امسكها وكده وقعت مني، بس الحمد لله. بقيت اخد بقى اللي هو طلع الاول كده وبرد معانا، بقيت اخده كده واحطه في الشوكولاتة على طول، وعشان يبدأ بقى ياخد معايا طبقة كده قبل ما الشوكولاتة تشده كده. عملت طبقة من الشوكولاتة البني وهعمل طبقة كمان من الشوكولاتة البيضة. يعني ما شاء الله الكميات كانت عندنا كتير، عملنا شوية معتبرين من الشوكولاتة البني ومن الشوكولاتة البيضة. كده برضو ببلها برضو شوكولاتة وبحط على ورق الزبدة، بس على ما اكمل الكمية علشان هنزينهم برضو لسه مع بعض. جبت معايا كده اكياس من اكياس الحلاوة ديت، وبقيت مليتهم كده شوية شوكولاتة بيضة وشوية شوكولاتة بني. هناخد الشوكولاتة البيضة على الشوكولاتة البني ونعمل خطوط كده، وناخد الشوكولاتة البني نحمل بها على البيضة. وعندنا طبعا شايفين كده الحاجات دي، عندنا طبعا كل ما الكيس بيفضى معانا بنروح جايين مالينه تاني شوكولاتة ونكمل. نجيب كده معانا رشة بقى ونرش كده ونزينها مع بعض، لازم تزيينة حلوة. معانا كده فرماسيل اللي هو الألوان ده بنحطه كده على اللي هي الشوكولاتة البني، ومعانا منه برضو من البني هنحطه على الشوكولاتة البيضة، بنعكس الألوان كده واحنا شغالين. ما شاء الله شكلها كانت جميل جدا والطعم جميل جدا، ما شاء الله مشروع جميل والله يا جماعة. بنفكر ان احنا نعمل دوناتس، ده مشروع. هنا بقى خلاص خلصنا الكمية اللي هي بالشوكولاتة البني.
تعالوا بقى هناخد الكيس اللي احنا كنا الكيس الحلواني اللي احنا كنا حاطينه فيه شوكولاتة بني وهننزل بيه على اللي هي الشوكولاتة البيضا. هنا الكيس ده مكناش فاتحينه جامد علشان كده كانش بينزل معانا اوي. برضو كده بنروح شمال ويمين بحيث ان انت تاخدي الرسمة حلوة كده. شايفين هنا الكيس كان بيقطع معانا مش زي الشوكولاتة البيضة، لان الفتحة بتاعة الكيس كانت هنا صغيرة، كنا عشان ما تنزلش معانا كتير كنا عاملين الفتحة صغيرة اوي. هنا بدأنا قصينا كده طرف الكيس عشان يبدأ ينزل معانا، وهنكمل بقية الكمية كلها وهنجيب فرماسي اللي هو البني وهنحطه. شايفين هنا الفتحة صغيرة جدا، فعشان كده الكيس ما بينزلش معانا الا اذا ضغطنا عليه جامد. مين هنا لسه مصلاش على النبي؟ اللي مصلاش على النبي يا حبايب قلبي يصلي على النبي. برضو هنا شايفين التاني كان الوان انما ده شوكولاتة اللي هي البني كده. تسلم ايدك يا ام عمر بجد. ده احنا كنا عاملينه مع اكلة القراميط الجبارة اللي كانت حماتي عاملاها كده مع الوليمة اللي كانت عاملاها لنا ديت، فدي الحاجة الحلوة اللي كنا بنحلي بيها، فحبيت ان انا اعملها لكم بطريقة لوحدها كده ما يبقاش الفيديو طويل عليكم، فيديو الاكل مع فيديو الحلويات. احنا هنا شغالين ولسه في كمية كبيرة برضو ام عمر شغالة فيها عمالة تحمر فيها، بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده حبيت ان انا اوريكم طريقة الشوكولاتة البيضا وطريقة الشوكولاتة البني. هكمل بيت كده وهجيب برضو بقى اللي هي الالوان ونكمل كده نعكس الالوان برضو هنا. بسم الله ما شاء الله الولاد كلها كانت واقفة، الريحة كانت جبارة جدا. يعني بسم الله ما شاء الله الحبايب كانت كتيرة، والناس الحلوين كمان اللي اجوا قعدوا يشرفونا اداؤوا منها وكانوا يلا بقى تتعود لهم في مرة تانية بإذن الله نكون عاملين كمية كبيرة ويلحقوا ياكلوا منها حاجة. حبيت اعكس برضو هنا كمان اجيب اللي هي الالوان ديت واعكس الالوان كمان شوية ادت كمان لون جميل كده مع كله مع بعض. جربوها، جربي لو نص كيلو بس، نص كيلو هتاخدي عليه بيضتين، هتاخدي عليه 75 جرام من الزبدة، وهتاخدي عليهم معلقتين سكر، هتاخدي عليها معلقة سكر ومعلقتين ونص لبن بودرة وبودر وفانيليا والخميرة بس.